ومن حمص مشاهدينا ينضم إلينا الناشط الإعلامي بيبرس التلاوي. بيبرس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جميع المشاهدين الكرام. أهلا بك بيبرس. بيبرس، مضى أكثر من عام ونصف على حصار أحياء حمص القديمة، برد قارس يجتاح حمص ومطر غزير. الأهالي في مدينة حمص في العراء يلتحفون الأرض ويفترشون الأرض ويلتحفون السماء. حدثنا أكثر عن وضع الأهالي في أحياء حمص المحاصرة. طبعا لله الحمد يوجد تقدم واضح للثوار في ريف حماة الغربي وفي ريف حماة الشرقي. هذا التقدم الواضح وتكبير النظام بعملية تصعيد عملياته العسكرية في محافظة حمص بشكل جنوني، مما قام باستهداف 13 حي بمختلف أنواع الأسلحة. كان القصف من قبل منصات الهون المتواجدة على سطح قلعة حمص وفي الأحياء موالة للنظام، وبالتالي جرى قصف على حي جوشي وحي القصور. كان القصف من قبل الكلية الحربية فيما تواجد بداخلها راجمات الصواريخ. طبعا الوضع الإنساني سيء للغاية في كل معنى الكلمة، كما أن العوائل اليوم تقطن داخل منازل مدمرة قد تعرضت للقصف. لن يبقى أي منزل داخل 13 حي إلا وتعرض لصاروخ أو لقذيفة هواء، وبالتالي العوائل ليس لديها أي نوع من أنواع الأغذية أو الأدوية سوى أنها تقوم بتناول وجبة واحدة في اليوم عوض عن وجود أي نوع من أنواع الأغذية. إن العوائل تقوم بالزرع بعض البذار لكي تخرج لهم القليل من الحشائش والأدوية، وبالتالي أن العوائل تستخدم مياه الآبار التي تنشر الأمراض، كما أن القصف اليومي الذي يخلف العديد من الإصابات لا نستطيع من معالجة المصاب بشكل كامل ضمن العلاج الكافي نسبة لعدم وجود الكوادر الطبية. إن العوائل المتواجدة داخل المناطق المحاصرة تطالب جميع الكتائب والألوية المتواجدة داخل المدينة وفي ريف حمص أن يقدموا عمل عسكري يهدف إلى فك الحصار عن هذه المنطقة المحاصرة. ألا يكفيكم أيها القادات المتواجدون إن كنتم من قيادة الأركان في الفنادق في الخارج، أو إن كنتم من المعارضة المفروض على الشعب السوري من السياسيين الذين في الخارج، أو إن كنتم من القادات المتواجدة في الخنادق، ألم يعجبكم ألم يحن الوقت لكي أن تقدموا عمل لفك الحصار وإخراج هؤلاء العوائل من تحت وابل أو القصف الذي لا يتوقف؟ أكثر من 500 يوم لدينا أطفال لن تتناول الحليب، أكثر من 500 يوم والقصف لا يفارقهم، حتى أن القصف يطارد الأطفال. لدينا حي الوار أيضا. نعم بيبرس. فقط باتباع الموت البطيء. نعم أكمل، تفضل بيبرس. حدثنا أكثر عن حي الوعر. حي الوعر المحاصر وهو الذي يحتوي على أكثر من 600,000 نسمة. طبعا بداخله هؤلاء المدنيين الذين تم تهجيرهم من أحيائهم فيما قامت شبيحة النظام باحتلال 17 حي من ضمن حي باب سواء حي مريجي وباقي الأحياء. هؤلاء العوائل قد تركوا أمتعتهم داخل أحيائهم نتيجة نزوحهم في منتصف الليل تحت القصف الصاروخي، وبالتالي عندما شبيحة النظام احتلت أحياء وقامت بسرقة محتوياتها، وأيضا كل شيء لم يستطيعوا سرقته قاموا بإحراقه. هذه سياسة الأرض المحروقة وطريقة الاحتلال التي اتبعها شبيحة النظام. هؤلاء العوائل انهم متواجدون داخل حي الوعر، انهم متواجدون داخل ملاجئ وداخل مدارس وداخل أبنية غير مكسية هي على العظم. انهم بحاجة إلى اللباس الشتوي وبحاجة مثل ما يقال للأغطية. وبالتالي هذا الأمر اليوم لا نشهد سوى أن الأطفال لا يرتدون سوى ملابس الصيف. البرد يخيم اليوم على محافظة حمص بشكل كامل. هذا الأمر الذي جعل أبناء محافظة حمص يتساءلون ويقولون إلى متى سوف تبقى هكذا المحافظة؟ ما مصير محافظة حمص وما مصير أبنائها المهجرين من أحيائهم؟ وبالتالي نظرنا لباقي المناطق الريفية، تكلمنا عن الريف الشمالي هو معزول عن بعض البعض، مما يوجد حواجز ضخمة وقطع عسكرية تقوم بتقطيع القرى والبلدات عن بعضها. وأيضا لدينا الريف الغربي قلعة الحصن وقرية الجارة. 400 يوم قوات النظام تمنع العوائل من الدخول والخروج هؤلاء المنطقتين. وأيضا يوجد أزمة إنسانية حقيقية. النظام اليوم في محافظة حمص ليس فقط
يقوم بقتل أبناء محافظة حمص أو قصف الصاروخ والقذائف والدبابات. أيضا سياسة الموت البطيء هذه هي سياسة النظام، يريد أن يقتل أبناء محافظة حمص بجميع أنواع القتل، ولكن المنظمات الإنسانية من ضمنها الهلال الأحمر وما تشابه لها لا تقدم ولم تنظر ولم تستطيع أن تدخل هذه المناطق لكي أن تعاين ما الذي يجري لأبناء محافظة حمص نسبة الضغط النفسي الذي يتسبب له أو القصف الذي لا يتوقف على أبنائها. نعم، أشكرك كثيرا ببارس التلاوي الناشط الإعلامي، كنت معنا من مدينة حمص.